كلنا بيدور دلوقتي على بدايل المقاطعة، وانا لقيت جهينة عاملة بيوريه صلصة طماطم جاهزة على الاستخدام تحفة. بس المرة دي انا هعمل منها كاتشب، لان احنا طبعا عارفين ان الكاتشب معظمه في السوق مقاطعة، فانا حبيت ان انا استخدمها في عمل كاتشب. حبيت ان انا اوريلكم قوامها. بصوا قوامها عامل ازاي، هي جاهزة على الاستخدام على طول، يعني سهلة جدا. والعلبة دي كانت ب17 جنيه ونص. حطيت كوباية من البيوريه الطماطم كده، وهحطها على النار لحد ما توصل لمرحله الغليان. اول ما ابتدت تغلي معايا ابتديت احط عليها رشه ملح ورشه فلفل اسود صغيره وتوم بودره وبصل بودره. التوم بودره وبصل بودره يعني حوالي نص معلقه صغيرين من كل واحده، وفرع قرنفل. وحطيت معلقتين عسل. هو الكاتشب ممكن يتحلى بالسكر او بالعسل، انا طبعا فضلت ان انا هحليه بالعسل. وقلبت كويس، وبعد كده حطيت معلقه زيت علشان كماده حافظه وفي نفس الوقت تديله لمعه. وفي الاخر خالص حطيت 4 معالق خل. وبعد كده دوبت معلقه نشا صغيره في حبه ميه صغيرين كده وحطيتها علشان القوام بتاعها يتقل. انا عايزه اقول لكم ان طعم الكاتشب ده كل اللي داقه قال ان هو احلى من الكاتشب الجاهز، وكمان القوام بتاعه هيتقل كل شويه. سبتها على النار شويه كده، وهوريكم القوام اللي المفروض توصلوا له ايه. المهم تستمروا في التقليب. جيت في طبق كده، بصوا اما اجي احركه بصوا القوام هيبقى عامل ازاي. هو ده القوام اللي احنا المفروض نوصل له. وسبتها تبرد شويه، وبعد كده فضيتها. عايزه اقول لكم ان طعمها تحفه تحفه واحلى من الكاتشب الجاهز، ومكونات احنا عاملينها في البيت، وكمان يعني طعمه بجد تحفه. جربوها هتعجبكم جدا. وكمان عملناه بمنتج من منتجات المحليه.